انت بتجوع علشان معدتك فاضيه والاكل اللي انت بتدخله مش كفايه، فلازم تملى حيز من معدتك علشان تلاقي نفسك مش حاسس بالجوع وتقدر تكمل على الدايت. لان احنا عندنا مشكله كبيره يا جماعه، والله العظيم بتكلم بجد، مشكله ان احنا بنحب الشبع. او على فكره احساس الشبع ده من امتع الاحاسيس اللي ممكن تحسها في حياتك، مع احاسيس تانية كده مش هنتكلم عنها عشان ما ينفعش، بس الشبع مهم. واحساس الامتلاء وتعبئه الكرش بنجاح ده حاجه لا تقاوم، بس للاسف الشديد ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ولكن احنا هنعمل تركايه كده او حته صياعه. طيب بذور الشيا، بذور الشيا دي لما بتحط فيها ميه بتمتص الميه وحجمها بيبدا يكبر تدريجيا، لانها بتبقى ممتلئه بالميه. كل ما تحطها في ميه اكتر وتسيبها فتره اطول كل ما تمتلئ اكتر. مش بس كده، ده قشور السيليوم برضو هي عباره عن الياف، بتحطها في الميه فحجمها يكبر ويتضاعف، فتملى المعده بحيز، فتملى المعده، فتملى حيز من المعده. فاحنا هنعمل حاجه بقى مهمه جدا. اول حاجه هم سعراتهم الحراريه قليله جدا. تجيبهم منين؟ ممكن تجيبهم من اي عطار، بس ارجوك عطار تثق فيه. مش هتروح لاي عطار كده تقول له هات، لان شغل العطاره ده فيه نصب كتير جدا. انا عامه هي اورجانيك نيشن، بتاكد 100% ان الحاجه اصليه وانا واثق منها وزي الفل. شكرا يا اورجانيك، ده بالنسبه لي، بس ممكن بالنسبه لك انت يكون ليك راي اخر وانا احترم رايك. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ميه كوبايه كبيره، نضع بها بعض الماء، خلاص يتملي. يعني انت لوحدك خدتي حيز من الفيديو كبير. خلاص الميه اهي، ونفتح بذور الشاي، نحط فيها ادي 1 ادي 2، كفايه 2. دي كوبايه كبيره شكلك رخمه، نحط معلقه كمان. قصدي ما تعتبرش معلقه يعني دي معلقه اشبه بمعلقه الشاي الممسوحه، مع ملعقه. دي بقى معلقه فيها البركه شويه، معلقه كده يعني، معلقه. حط يا عم معلقتين، ونعمل ايه؟ نقلب ونديها فرصتها في التقليب. خلاصي علشان وقت الفيديو، بس احنا مش بنعمل فلوج هنا. طيب بعد ما قلبنا والميه تجانست مع المكونات، هنسيبها نص ساعه. فانا طبعا مش هبقى معاكم نص ساعه، فهقفل الفيديو نص ساعه وافتح الفيديو تاني اقول لكم الى حد ما شكلها بقى عامل ازاي. ولا نسيبها ساعه؟ لا، احنا نجرب نص ساعه الاول. يلا الساعه دلوقتي 2:10، نفتح عليها 42 دقيقه. نجيب بقى الغطا فنجان ولا حاجه ونقوم حاطينه عليها. يلا. اوبا، عدى بالظبط نص ساعه. نص ساعه. لو جينا بصينا على الخليط هيكون الى حد ما بقى عامل زي الجيلي. بصوا شايفين القوام؟ فاحنا المفروض نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نقول بسم الله. طعمه ايه؟ طعمه مش حاجه يعني، لا هو وحش ولا هو حلو. وبعدين طعم ايه اللي يفرق معايا؟ انا ما يفرقش معايا اي طعم. اهم حاجه ان المشروب ده بعد ما تشربه ممكن تشرب وراه كوبايتين ميه، هيخش بقى هو يمتص الميه زي يفضل ينفش ويحسسك بالشبع اطول فتره ممكنه. ممكن تعمله مره الصبح اول ما تصحى، وممكن تعمله قبل مثلا ما تنام بساعه لو انت بقى بيقرص عليك الجوع بالليل قوي. وهي كلها محاولات يا ابني، كلها محاولات يا حبيبي. انتوا عارفين ساعات بتلاقوا اعلانات كده يقول لك ده المنتج الجبار اللي هيخليك معرفش ايه وهيديك احساس بالشبع. بيبقى هم الحاجات دول بجد، بيبقى عباره عن الياف.
يقول لك خد المشروب ده في نص كوبايه ميه واشرب عليه كوبايتين، هي دي الالياف. هيبيعها لك ب 200 300 400 جنيه، وانت ممكن تجيبها ببلاش الا ربع. يلا اكتبوا رايكم في الكومنتات، ولو حد فعلا خس على المنتجات دي او مش خس على المنتجات. التخسيس مش من الاخر انت مش هتخس غير بنظام غذائي وتمارين بس كده. لما الحاجات دي تعتبر عوامل مساعده، هتخليك شبعان اطول فتره ممكنه، فبالتالي مش هتاكل كتير، فبالتالي هتخس. عجبك الفيديو لايك وشير، انا عايز الفيديو ده ينتشر. اعمل لايك وشير. سلام.